السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ لسه مكملين في سلسلة فيديو هينقذ حياتك. فيديو النهارده هحاول اخليه سريع كده عشان مش عايز ارغي فيه كتير. اقول لكم شوية نقط بس كده مهمة تعرف بيها تاخد القرار، سواء كنت عايز تعمل بيزنس ولا تشتغل موظف. معظم الشباب وهي صغيرة وهي لسه متخرجة من الجامعة وهي في الجامعة بتفضل تسأل السؤال ده لنفسها: يا ترى اشتغل موظف ولا اعمل بيزنس؟ اول حاجه لازم تعملها عشان تعرف تجاوب على السؤال ده، لازم تعرف طبيعتك انت ايه. يعني مثلا انا راجل طبيعتي ان انا ما بعرفش اشتغل غير لما بتحط في ضغط او اتحط في ظروف صعبه شويه. طول ما انا مرتاح بريح. فلو انت طبيعتك كده يبقى لازم تعرف انت هتتعامل مع المشكله دي ازاي. عشان لو انت مثلا راجل عايز تفتح بيزنس زي ما انا عملت كده، لو انت البيزنس بتاعك شغال وجايب فلوس والدنيا حلوه هتريح. ودي اسوأ حاجه انا بكرهها في شخصيتي، خلي بالك. بس في نفس الوقت عندي مشكله ان انا ما بعرفش اشتغل موظف. جربت اشتغل موظف كتير قوي 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 في شركات كتيره، وكل مره كنت بمشي بخناقه او بمشكله لاني مش عايز حد يديني اوامر، ومش عايز حد يقول لي اعمل كذا واصحى الساعه كذا ونام الساعه كذا وما تعملش كذا وروح كذا. وانا راجل رياضي اصلا. الرياضه اللي انا بلعبها اللي هي سكيت بوردنج، رياضه اصلا كلها حريه، انت بتطير حرفيا، فاهم؟ فانت متخيل واحد بيحب يطير هيعرف يشتغل موظف؟ طب ازاي؟ فانت لازم تفهم طبيعتك انت في الاول ايه، وتشوف غلطاتك او مشاكلك اللي هتمنعك من انك تفتح بيزنس وتتعامل معاها وتحلها الاول وانت شغال موظف. ده معناه ايه؟ ان انت لازم تجرب تشتغل موظف. اوعى تفكر تفتح بيزنس، دي نصيحتي ليك. عايز تعملها اعملها، مش عايز براحتك. اوعى تفكر تفتح بيزنس او تعمل اي حاجه فريلانسنج غير لما تجرب الاول تتحط تحت ضغط شغل من مدير رخم ويقعد يرخم عليك كل يوم، وتشوف هتستقبل ده ازاي منه، وتشوف التاسكس اللي هيديها لك انت بتقدر تخلصها في قد ايه، وتشوف المرتب اللي انت بتاخده دوت بتعمل بيه ايه. بتصرفه على الهلس من كتر ما انت بتبقى زهقان ان انت عندك شيفت 8 ساعات كل يوم، فما بتصدق الويك اند بتاعك يجي او تاخد اجازه وتسافر وتقعد تصرف كل الفلوس انت عملتها وما بتحوش حاجه. ولا انت راجل كويس بتعرف تظبط وتنظم فلوسك كده وتحوش وتعمل حاجه مفيده ومش عارف ايه. انت لازم تعرف كل الحاجات دي قبل ما تفكر تاخد قرار اذا كنت هتشتغل موظف بقية حياتك. على فكره انا ما بعيبش في الموظفين خالص، في موظفين بيوصلوا لدرجات كبيره وحلوه جدا جدا وبيبقى مرتبهم في يوم من الايام 50 و60 و70 الف جنيه. واحنا عملنا حلقه قبل كده على ناس موظفين بياخدوا فلوس، لو شفت الحلقه بتاعت المرتبات بياخدوا فلوس عاليه جدا. يعني في ناس مرتباتها بتوصل 70000 جنيه و80000 جنيه في الشهر وبيبقى موظف في الاول وفي الاخر في شركه. وفي فريلانسرز موظفهم في، لا، في فريلانسرز مرتباتهم او الفلوس اللي بتطلعها في الشهر تبقى اقل من كده بكتير قوي، وفي ناس تبقى اكتر من كده بكتير قوي. فاوعى تخلي العامل الاساسي هو الفلوس، لان الفلوس ممكن توصل لها هنا وممكن توصل لها هنا. بس الفرق ان لما بتعمل بيزنس او لما تبقى فريلانسر الموضوع ما بيبقاش مقيد، ما بيبقاش ليه ليميت. انت ممكن الشهر دوت تلاقي نفسك مثلا عملت 5000 جنيه وتلاقي هوب بعديها بشهرين بتعمل 100000 جنيه في شهر. فالموضوع ملوش ليميت، واللي انت هتوصل له ملوش ليميت. انما لو انت موظف الموضوع بيبقى ليميتد شويه، بيبقى ليه حدود شويه، مهما عملت مش تقدر تطلع عنها. فلازم تبقى عارف كل الحاجات دي كويس قوي 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 وتحطها في مخك كده وتقعد تفكر فيها كتير. ما تنامش. يعني والله العظيم لو انت لسه سنك صغير وعايز تقرر القرار ده ما تنامش، اقعد فكر واقعد ادرس نفسك وشوف. بس ما تشوفش غير بعد تجربه. زي ما بقول لك لازم تشتغل الاول موظف في كذا حته، ما اشتغلش كمان في حته واحده. بقول لك اشتغل موظف في كذا شركه كمان وتعامل مع مديرين كتير، مديرين كويسين ومديرين رخمين، وشوف انت بتشتغل تحت الضغط ازاي. وبعد كده بقى تفكر بقى واعصر دماغك وشوف فعلا هل انا عايز اكمل حياتي كده ولا لا، الموضوع ده مش عاجبني، فابتدي اعمل بيزنس. قررت يا سيدي انك تعمل بيزنس، اسمع بقى. اول حاجه لازم تكون حوشت من مرتبك دوت على الاقل على الاقل مرتب 6 7 شهور. تكون مثلا لو انت بتاخد 10000 جنيه فانت تكون بتصرف خمسه وبتخلي خمسه لمده 6 7 شهور. 5 في 7 ب 35، يعني هيبقى معاك على الاقل سكه 35000 جنيه. لازم، ده اول حاجه تعملها. انا لما قررت القرار دوت وقررت ان انا خلاص مش عايز اشتغل موظف تاني وهكمل فريلانس بقيت حياتي، كان ايام الكورونا وايه، وقررت القرار ده قبل الكورونا بشهر. هوب جت الكورونا كل الناس شمتت فيا، قال لك ايه انت عبيط؟ شفت بقى؟ قلنا لك تحصل اي ظروف هتقعد في البيت. كان في ناس وقت الكورونا بتقبض مرتبات عادي وهي قاعده في البيت للموظفين اللي بعد، وانا كنت كده. بس انا غيرت العقد بتاعي قبل الكورونا حرفيا بشهر. الكورونا جت شهر 2، انا عملت كده شهر واحد، اقسم بالله. فطبعا اما قعدت في البيت ما بقاش بيخش لي ولا مليم، بس انا كنت عامل حسابي ومخلي معايا شويه فلوس. بس طبعا عشان كنت فاكر ان الكورونا دي هتقعد شهرين ثلاثه وتخلص زي كل الناس، فرحت هوب بصرف الفلوس بتاعتي دي كلها في اول 3 شهور ولا 4 شهور في الكورونا زي العبيط. فاتحطيت تحت ضغط. من هنا بقى عرفت انا ايه اللي بيخليني اشتغل حلو وايه اللي بيخليني انتج حلو. اول حاجه كويسه انتجتها في حياتي فعلا وعملت منها فلوس كويسه كانت لما اتحطيت تحت ضغط ان انا فعلا معيش فلوس اكل. خلاص الموضوع وصل معايا ان انا مش معايا فلوس اكل. عندي عربيه وعندي شقه بس فعلا معيش فلوس اجيب اكل احطه في الثلاجه. لما اتحطيت تحت الضغط ده عملت حاجه. فكل مره كنت بتحط تحت الضغط ده بعمل حاجه، ومنهم الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي دي. انا ابتديت ارجع اعمل فيديوهات تاني على اليوتيوب وبغير كونتنت ومستمر في الفيديوهات وبعمل حاجات تانية دلوقتي يعني فيها نشاط شويه كتير. ليه؟ لان محطوط دلوقتي تحت ضغط
وضغط جامد قوي قوي قوي، لان قلت في فيديو قبل كده بتاع الغلطات اللي انا غلطتها في العشرينات على شويه حاجات انا عملتها غلط وانا بختار هعمل ايه وبختار البيزنس بتاعي وكده. فدي اثرت عليا دلوقتي، فطبعا دخلي قل شويه، فدلوقتي انا محطوط تحت ضغط جامد، وهو ده اللي مخليني عندي طاقه وعايز اشتغل تاني. فاعرف التريجر بتاعك. لو عرفت التريجر بتاعك ايه اللي بيستفزك وايه اللي بيخليك تشتغل اكتر، خلاص انت هتعرف تلعب نفسك ازاي. فاهم؟ انا عرفت واعترفت. في ناس ما بتعترفش، في ناس تقول لك لا لا انا بشتغل في اي ظروف، انا ما عنديش مشكله. انا يا عم بقول ومعترف ان انا كسلان. فلو انت كسلان وعارف ان انت كسلان، هتعرف تجيب نفسك منين. انا بقى بقيت عارف اجيب نفسي منين، بقيت عارف اشد على نفسي ازاي عشان اطلع حاجه حلوه. بقيت عارف ان الضغط الجامد المادي هو اللي بيخليني اشتغل وانتج حاجه كويسه. فبقيت كل لما احس اني هريح اضغط نفسي تاني، كل لما احس اني هريح اضغط نفسي باي حاجه. والله العظيم بجد في 50 طريقه تضغط بيها نفسك لو انت بني ادم ما بتشتغلش غير كده زي يعني. لان الديسيبلين او ضبط النفس مختلف عن كل واحد للتاني. في ناس طبيعتها كده، يصحى الصبح يتمرن، ياكل اكل صحي، يشتغل 8 ساعات من غير شيفت ولا اي حاجه، شغل هو 8 ساعات زي الاكس، ما ينامش غير في ميعاد معين. انا بسهر يعني ماليش ميعاد معين في النوم. اه بتمرن ورياضي وبحاول احافظ على صحتي واكل اكل كويس وكل حاجه، بس انا فوضوي شويه وانا معترف بده. فلازم تعرف طبيعتك انت الاول، انت اصلا شخص عامل ازاي، عشان والله العظيم ما هتعرف تاخد القرار الصح غير لما تعرف طبيعتك وتدرس اصلا شخصيتك الاول. اقعد ادرس نفسك شويه حلوين كده، وده مش هيجي غير عن طريق ان انت تجرب. هتشتغل زي ما بقول لك موظف، دي خطوات اللي هتعملها. اشتغل موظف في كذا مكان وتتعامل مع مديرين كتير، وانت في الاماكن دي اعمل علاقات تكون هتفيدك في البيزنس اللي انت هتعمله، لان ده لازم تتعلم تتكلم مع الناس ازاي وتخليهم يحبوك، ولازم تتعلم تبيع للناس ازاي، عشان انت ما ينفعش تعمل بيزنس لو انت بني ادم مش لابق، او اصلا ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تقفل ديلز، ما بتعرفش تروح تتكلم مع حد تقنعه بالبيزنس بتاعك. يعني انا مثلا دلوقتي البيزنس موديل بتاعي ان انا بروح اقعد مع ديفلوبرز، بروح اقعد مع رجال اعمال او ناس معاها فلوس تبقى عايزه تعمل حاجه، مطورين يعني بالعربي، وببقى عايز ابيع له فكرتي او ببقى عايز ابيع له الحاجه اللي انا عايز اعملها اللي هي تخص مجالي. فلو انت ما بتعرفش تتكلم وما اتعلمتش دوت، خلاص ما هتعمل ايه يبقى؟ ما تفكرش تعمل بيزنس او ما تفكرش تبقى فريلانسر. كل الحاجات دي انت محتاج تعرفها ضروري جدا قبل ما تفكر تاخد القرار دوت. ادرسها كويس وادعي لي. بس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لو عندكم اي اسئله قولوا لي في الكومنتات، تابعوني على انستجرام، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.